في ناس بتسافر علشان تبني مستقبلها، وناس بتستناهم علشان يعيشوا معاهم الحاضر، لكن أوقات لما بترجع تلاقي اللي استنيتهم العمر كله نسينا. دي حكاية ولد وسنين الغربة، وأم كانت أغلى من أي حلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهاردة هنحكي حكاية الغربة. ياسر شاب من قرية بسيطة سافر وهو عنده 24 سنة علشان يشتغل في الخليج. قال له أمه هسافر سنتين بس وهرجع أفرحك. مرت سنة واتنين وأربعة، كل مرة كانت أمه تقول هو جاي وهو وعدني، وتفضل تحوش من معاشها علشان تعمله فرح. مرت 15 سنة، وياسر بنى نفسه واشترى شقة ورجع بلدهم وهو شايل الهدايا وفرحان برجوعه. دخل البيت لقى أمه قاعدة على الكرسي، ابتسم وقال لها ماما أنا رجعت. بصت له وقالت له بهدوء انت مين؟ كانت الذاكرة خانتها والزهايمر أخد منها كل الأسماء حتى اسم ابنها اللي سافر علشانها. ولو وصلتوا لحد هنا فضلا ولسه أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كومنت جميل منكم فيه صلة على الحبيب. وعايزة أقول لكم إن الفلوس بتتعوض، لكن الوقت لا بيرجع ولا بيعوض اللي بتحبه. لازم تكون جنبه دلوقتي مش بعدين. أحيانا لما بترجع تلاقي اللي سبتهم مش مستنيينك ولا فاكرينك، وفي النهاية اللي بتحبهم ما تأخرش عليهم بحبك. يمكن يجي يوم تفتكرهم هما نسيوا حتى اسمك. كانت معاكم جدة ملك، والسلام يا حبايبي.